السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم في قناه وصفات سهله مع كريمه. اليوم غادي نحضر لكم اكله سريعه بالكفته والخضر. اول حاجه كما كتشوفوا عندي هنايا الكفته، ندير لها هذا العطريه، يعني العطريه المعروفه ديال الكفته مع الملحه والبصله والقزبر والمعدنوس. غادي نشدها، غادي نكورها، يعني نديرها على هذا الشكل هذا اللي كتلاحظوا، يعني الشكل طولي. وهنا عندي البصله غادي نقطعها حتى هي شرائح على هذا الشكل. ومن بعد كناخذ مطيشه طماطم حتى هي كنقطعها دوائر على هذا الشكل اللي غادي يبان لكم في الفيديو. يعني البصله ومطيشه غادي نقطعهم دوائر. غادي ناخذ الصينيه اللي غادي تدخل الفرن، غادي نحط البصله، غادي نفرقها على الصينيه، ومن بعد كناخذ مطيشه وكنوضعها فوق البصل. وهنا كنضيف القليل من الملح فوق البصل والطماطم، وكذلك غادي نضيف شويه ديال الكمون. وهنا كنستف الكفته ديالنا اللي شكلتها على شكل اصابع، نديرها فوق الطماطم، ومن بعد كنوضعها في الفران كطيب. وان شاء الله فاش غادي تطيب غادي نوريكم الشكل النهائي ديالها اللي كيجي لذيذ وسريع التحضير. غير جربوها وراه ساهله، يعني ماشي شي حاجه فيها، واقتصاديه. وكما كتشوفوا راه ما كنوضعش فيها الزيت، داك الشحمه ديال الكفته هي اللي كتطلق وكتقلي لنا البصله ومطيشه، يعني بدون زيت. كتجي صحيه وكتجي لذيذه بزاف، يعني كما ما قلت لكم سريعه التحضير. نهار اللي تكونوا عيانين او زربانين كديروا هذه الطريقه راه دغيا كطيب. ونتمنى يعجبكم هذا الطبق السهل اليوم والمتواضع. والى اللقاء في فيديو اخر، وما تنسوش اللايك والاشتراك باش تدعموا القناه ويكون ان شاء الله ديما الجديد.